عنوان: انس مؤقتا موضوع السعادة. في سن الطفولة كنا نملك قائمة طويلة من الأشياء التي تصيبنا بالسعادة والفرح والضحكات البريئة، فقدوم العيد وزيارة الجدات ومشاهدة أفلام الكرتون وشراء لعبة بلاستيكية رخيصة تمنحك قدرا عظيما من البهجة والسرور، غير أن هذا لا يستمر طويلا، لأننا كلما تقدمنا في السن تقلصت لدينا مسببات السعادة حتى لا يبقى منها سوى شيئين أو ثلاثة. وحين نصل إلى سن الهرم نسأم من كل شيء، وينطبق علينا قول زهير ابن أبي سلمى: سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش 80 حولا لا أباك لك يسام. وهذه المفارقة العمرية تؤكد صعوبة اجتماع مسببات السعادة في وقت واحد. ففي سن الشباب نملك الصحة والحماس، ولكننا لا نملك المال والإمكانيات. وفي سن النضج نملك المال والصحة، ولكننا لا نملك الوقت للاستمتاع بالحياة. وفي سن التقاعد نملك الوقت والمال، ولكننا نفتقد الصحة والحماس لفعل الأشياء. ويبدو إن هذا ما حصل مع زهير بعد سن 80. وبعد وفاة زهير ب14 قرنا قامت باحثة ألمانية تدعى ليا نيوكلاس بتنظيم استطلاع للرأي لمعرفة المرحلة العمرية الأكثر سعادة في حياة الإنسان. وبعد غربلة الإجابات اكتشفت وجود فترات عمرية مشتركة بين معظم الناس. اتضح مثلا ان فترة الخطوبة والسنة الاولى بعد الزواج تأتي كأسعد فترة في الحياة، رغم ان استطلاعها شمل اشخاصا تجاوزوا 50. اما في المرتبة الثانية فأتت سنوات الدراسة الجامعية، يليها مرحلة الاستقرار المادي والوظيفي بين سن 40 و50، ثم في المركز الرابع الحصول على أول مولود بعد طول انتظار. وهذه الدراسة تأتي ضمن دراسات كثيرة حاولت فهم أسباب السعادة والتعاسة بين البشر، يصعب ذكرها كلها، ولكن خذ كمثال جامعة كارديف التي وضعت معادلة رياضية لأكثر حالة سعيدة يمكن أن يوجد فيها الإنسان، صاغتها كالتالي: O زائد N في S زائد CBM على T زائد HE. وهو الحرف O هنا بيرمز للفراغ اللي بيضاف إليه الطبيعة الجميلة N مضروبة في التفاعل الاجتماعي S، يضاف إليها ذكريات الطفولة CBM التي تقسم على جمال الطقس ودرجة الحرارة T، ثم يضاف إليها درجة الحماس والانتظار المسبق للأجازة نفسها HE. وبكلام أكثر بساطة تكون في قمة سعادتك حين تأخذ أجازة، زائد للذهاب لموقع جميل، زائد زرته في طفولتك، زائد برفقة شخص تحبه، زائد وفي جو ممتع، وزائد كنت تنتظر فعل ذلك منذ سنوات. وما لفت انتباهي هو عدم دخول المال ضمن المعادلة، وعدم اهتمامها بالإجابة عن السؤال الكلاسيكي القديم: هل يشتري المال السعادة فعلا؟ جوابي الخاص هو أن المال يشتري السعادة فعلا، ولكنه مثل أي عامل خارجي ينتهي بعد فترة سريعة ومؤقتة. فالمال أما أن ينتهي بطبيعته أو أن نتعود بسرعة على وجوده فنعود في اليوم التالي لمشاعرنا القديمة، كما يحصل في نهاية كل شهر مع أصحاب الرواتب. غير أننا مهما حاولنا وتصنعنا المثالية لا يمكننا إنكار أن للمال والاكتفاء المادي دورا كبيرا في إدخال البهجة على قلوب البشر. أنا شخصيا أميز بين نوعين من المشاعر السعيدة: الأولى طارئة وقصيرة تمنحنا شعورا مؤقتا بالسعادة نعود بعدها لوضعنا السابق، كأن مثلا تسعد
بشراء هاتف جديد ثم سرعان ما تتعود على وجوده. أما النوع الثاني فهي سعادة دائمة ومشاعر أصيلة تنبع من داخلك وتبقى معك حتى وفاتك. سعادة نوعية وحقيقية تعتمد على الإنجاز والرضا عن الذات وإحساسك بأن كل شيء على ما يرام. أصبحت على قناعة بأن السعادة ليست عناصر ومسببات، بل رحلة عمر وتجربة حياة ومحصلة ثانوية لجميع العناصر السابقة. لا يخدعك أحد ويحاول إقناعك بوجود وصفة سرية للسعادة، كونها محصلة لمشاعر شخصية لا يتشابه فيها اثنان. مجرد تصديقك بوجود مسببات للسعادة كالمال والسفر والسلطة يعني إنك ستصاب بالتعاسة والاكتئاب عند زوال هذه المسببات. بدل انتظار ما تعتقد إنه سيسعدك، اقترح عليك نسيان هذا الموضوع مؤقتا والعمل على ما يشعرك بالرضا والفخر مستقبلا. بدل النظر للسعادة كهدف تسعى إليه، اعتبره جائزة تكريم تحصل عليها بعد إنجاز جميل. اعمل من اليوم على ما يخلق سعادتك غدا، فقد تكون تجاوزت بهجة الطفولة ولكنك لم تصل بعد إلى سأم زهير ابن أبي سلمى. النظرية باختصار شديد: السعادة ليست سلعة خارجية يمكن شرائها، بل تجارب ذاتية يصعب تكرارها. إن لم تشعر بالرضا حيال تملك فلن يشعرك بالمزيد من السعادة والسرور. المال يشتري السعادة، بدليل الموظفين اللي بيسعدوا بوصول المرتب ويعودوا بسرعة لوضعهم السابق. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وفيديو النهاردة. لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. بالمناسبة أنا سعيدة جدا بفيديو النهاردة علشان فكرته وعشان حاجة كمان إن ده الفيديو رقم 200 في القناة، فحاسة ان هو انجاز كبير. وان لو حد جه يعني قال لي في الماضي ان انا هعمل 200 فيديو ولسه ان شاء الله مكملين، ما كنتش هصدقه، لان هو انا حاسه عدد كبير جدا على مشوارنا لسه. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناه اقرا مع مونيكا. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.